يا صباح الفل والياسمين على احلى واغلى متابعين، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. ربنا يجعل يومكم مليان بالبركه والحب والامل وراحه البال. طمنونا عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده جايين بروتين بنودع في الصيف وهنستقبل فيه مع بعض الشتاء. النهارده انا عندي والدتي، فان شاء الله كده هنعمل اول حاجه نبدا بيها يومنا طبعا هو الفطار، لان معانا يوم طويل عايزين ننجز بدري بدري عشان خاطر ما نبقاش في يوم كله تنظيف وترويق. هي ما شاء الله البيت عندها كان نضيف ومش محتاج قلبة ولا اي حاجه. انا مسحت وكنست وفرشت، ان الدنيا كانت عندها زي الفل الحمد لله، يعني ما كانش محتاجه قلبة لان مفيش الا هي وبابا وكده، فمفيش مفيش هرس او في اولاد، غير لما اولاد انا بيروحوا بيبهدلوا الدنيا حرفيا يعني. هنحضر بقى كده مع بعض الفطار، عبارة عن فول وطعمية وبتنجان، وجبته جاهز من مطعم على اول الشارع، ما عملش اي حاجة في البيت غير ان احنا عملنا شوية لنا بيض وطلعنا جبنة وفلفل بس كده. فطار شعبي حلو جدا، فول وطعمية وبتنجان. البتنجان ده انا بعشق اي بتنجان بيتباع في مطعم فول وفلافل، بصراحة تحفة. فبس كده هنحضر بقى الفطار وهنفطر وهنشرب الشاي، وبعد كده نتوكل على الله ونشوف يومنا عامل ازاي. طبعا هختصر معاكم، مش هجيب معاكم كل حاجه بالتفصيل عشان خاطر مفيش ستاند وكده، فمش هعرف بقى كل شويه، هيبقى الموضوع طويل جدا وهيطول معانا كلنا. فقلنا كده اللهم صل على النبي كده اخد معاكم قبل وبعد بحاجات بسيطه. اول حاجه طبعا شلت السجاد، كان عندها سجاد كمبيوتر اللي هو الصيفي، شلته خالص. والكنب ده كان عليه بياضات بيضه غيرتها كلها، وحطيت البياضات اللي هي النبيتي ديت اللي هي الفرشه الشتوى عامه، يعني غيرتها وكده، وظبطت مفرش الترابيزه وكنست كويس جدا، ومسحت الحيطان من ورا الكنب. رتبت السفرة هنا، كانت ادويه كنت مخبيها فوط عشان خاطر الولاد ما يلعبوش فيها او اي حاجه. مسحت التليفون الارض ومسحت السفرة من التراب، والدنيا كانت زي الفل. ما كانش فاضل غير البلكونه، كان فيها شويه تراب محتاجه تتكنس وكنت هكنسها برضو، وفي غسيل هنشره. بس زي ما بقولك كده انا بختصر معاكم كل حاجه، انا بس بديك كده طاقه وباور ونشاط كده وبشجعك، يلا قومي يلا ابدأي كده يلا في دخلت الشتا. لو انت لسه ما عملتيش اي حاجه، قسمي الدنيا، ما تكركبيش الدنيا عليكي، خلي كل يوم حاجه. ابدأي بالتقيل وسيبي السهل لورا. قسمي الحاجه التقيله اعمليها على يومين 3، ما تضغطيش نفسك قوي، احنا لسه معانا وقت. وربنا يعينك ويقويك يا رب، اللهم امين. هنا بقى البلكونه كان بتاع فيها بصل وتوم وبتاع، احاول اكنسها كويس والم التراب زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تلاقوا معاه لخبطه في ترتيب الفيديوهات، بس مش مشكله، الفيديو قديم شويه بس ان شاء الله هيعجبكم. هنا بقى انا كنت مسحت، بمسح بقى الارضيه كويس جدا مره واتنين. الازازه اللي فيها كلور ده ماما عامله فيها خلط عباره عن ديتول وخل وكلور تقريبا وبرسيل جل، ريحتها تحفه وبتنضف وبتخلي الدنيا زي الفل. طبعا كلنا عارفين البيوت اللي فيها بلاط ابيض بيبقى عامل ازاي، بيلم تراب بطريقه صعبه، واقل حاجه كده بتبهدله. فطبعا بقى مسحت وظبطت الدنيا، وقمت فرشه كده السجاده اللي هي الكبيره دي، سجاده شتوي. ربنا يعيني كده ويرزقني ويوسع عليا واقدر اجيب لها سجاد جديد، لان بصراحه سجاده يعني دار عليه الزمن. وهنا ما كانش غير فاضل غير دخلة الباب. حطيت كده لنا المشايه الصغيره دي كده الحمراء، وظبطت الدنيا طبعا بعد ما مسحت وكنست. ما كانش فيه اي ترابيه ولا اي حاجه. وكمان هنعلق لسه الستاير، ما كانش فيه ستاير طبعا، احنا كنا في الصيف بقى، فداخلين على الشتا بقى محتاجين ندفي المكان، فهنعلق الستاير. وممكن كمان الستاير ما تكونش ماشيه مع بعض مع الوان، بس الحمد لله والله الدنيا باقل حاجه الدنيا بتبقى بسيطه وزي الفل. وما شاء الله الدنيا حلوه ورايقت وتمام التمام. خلصنا كده الركنه، مسحنا كنسنا روقنا غيرنا الفرش. طبعا الفرش اللي جنب كنا بنحطه في الغساله على طول عشان خاطر ما يبقاش عندها كركبه، ومبقاش انا كومت الدنيا عليها وصعبت الدنيا عليها تمام. بس كده ده علقنا الستاير كلها ما شاء الله على البيبان وعلى باب البلكونه. طبعا البلكونه دي مش شقه معمول لها سلك، مش طالعه للشارع ولا حاجه، واخده حته من الشقه كده بس زي الفل، يعني مفيش اي مشكله. هنا بقى هفرش البياضه دي او البتاع اللي على الارض دي كده مكان الحافظ. انا مكنتش لسه بعتلها حافظ وقتها، بس بعتلها يعني السنه اللي فاتت، الفيديو ده من سنتين. فالبتاع ده كنت حطاها عشان خاطر احمد ابني لا اكل حاجه وقع حاجه، وبمناسبه كمان ما كانش معايا وقتها غير احمد برضو، وكان مروان لسه صغنون. ففرشت بقى البتاعه ديت عشان خاطر لو وقع اكل وقع اي حاجه تبقى سهله ان هي تشيلها تنفضها وترجع تحطها تاني. خلاص كده علقت الصراع اوضه الاطفال والدنيا بقت معانا رايقه وزي الفل. هندخل بقى على اوضه الاطفال اللي في الصاله على طول. انا روقتها كده على طول مكان الولاد بقى، فرشت السجاده كمبيوتر وعلقت كمان الستاره ورتبت السراير كده وفرشتها وطلعت لها بقى البطاطين، والدنيا كانت ما شاء الله زي الفل.
هنخش بقى على اوضه النوم الكبيره، هنعين الصيفي وهنطلع الشتوي. زي اي بيت عامه يعني. ان الصيف في الشتاء وبنطلع الشتوي في الشتاء. طبعا هي كانت بتساعدني وكده وقاعده معايا على السرير بقى بتطلع لي الحاجه طبعا هي اضرب حاجتها اللي هتتلبس ايه وتتعان ايه. فانا كنت معاها كده واحده بواحده دوك. انا بس نظمت الهدوم كده، رصت الشتوي، القمصان لوحدها، البيجامات لوحدها، الدفايات لوحدها، الكلام ده كله. ظبطت الدنيا. وبعد كده هدخل بقى على الشنطه ده اطلعها كان فيها الشتوي، هفتحها بقى واعين فيها. محدش عنده خردة الاخينا اللي عمال يغني بقاله ساعه ده. المهم هنشيل بقى الصيف ده كله، هنحطه في الشنطه مكانها الشتوي، وهنعين الشنطه تحت السرير تاني وهنظبط الدنيا. اهم حاجه وانت بتنضفي ما تكركبيش الدنيا حواليكي، امسكي حاجه حاجه وقسمي دنيتك وقسمي حاجتك، هتلاقي الدنيا معاكي سهله. انا هعمل النهارده اوضه النوم يدوبك على قد الهدوم والبتاع، واللي اشيله عينه يبقى كل حاجه مكانها، ما طلعش كل حاجه وارجع بقى اقعد جنبها احط ايدي على خدي كده واقعد اعيط. نظمي دنيتك ومنظمه اساسيات حياتك، هتلاقي معاكي الدنيا زي الفل. وربنا يعيننا جميعا ويقوينا يا رب. داخل شكل طبعا بتبقى محتاجه بقى غسل بطاطين، غسل سجاد، تطلعي الصيف وطلعي الشتوي، محتاج يتغسل، عامل ريحه من كما لا كان تحت السرير ريحته مش عارف ايه. فربنا يعيننا. فانت بقى ابدأي كده واحده واحده وما تصعبوش الدنيا عليكي. طبعا زي ما قلت هي كانت معايا خطوه بخطوه، والحمد لله ربنا عنا وقوانا وخلصنا كل حاجه. هي بس كانت معايا في الهدوم عشان خاطر اعرف ايه اللي هيتعان وايه اللي هيتلبس. طبعا بقى كان في هدوم خروج محتاجه تتعان، بنتناقش ايه اللي نسيبه وايه اللي نسيبه. يعني في حاجات تنفع تحت جاكيت قلت لها سيبيها مش مشكله، كده كده الجاكيت فوق منها هيدفي وكده. وبس الدنيا زي الفل. انا كانت بتبعت لكم سلام وتمسي عليكم وتعمل لكم باي باي. وخلاص كده هنخلص الهدوم. طبعا الاوضه دي برده كمان كان فيها سجاد محتاجه تحط فيها السجاد الشتوي، ونعلق الستاير وهنلمع الخشب وهنغير فرش السرير. كنت جايه اغيرها قالت لا انا مغيراها لسه امبارح فسيبيها تتعدل بس. فبس كده حاجه سهله وجبر الخواطر على الله. إيه يعني انا كنت اتمنى ان ابقى بيني وبين امي شارع واحد بس، عمري ما كنت هحوجها لحد ولا هسيبها في عز ما بتحتاجني. لكن والله العظيم غصب عني مش بايدي. فيا ريت اللي امها قريبه منها او بينها وبينها يعني في نفس البلد ما تبخلوش على اهاليكم ولا امهاتكم بالسؤال وجبر الخاطر، ودايما تشوفوا طلباتهم ايه ومحتاجين ايه، وراعي ربنا فيهم واتقوا ربنا فيهم عشان ربنا يبارك فيكم يا رب. هنا طبعا كنت بقولكوا الاوضه فيها تلفزيون صغنن كده، التلفزيون ده احنا اتربينا عليه على فكره. وهنا علقت الستاره وفرشت السرير وسويته. وهكذا لسه بقى فاضل غير السجاده بس المشات اللي هتتفرش، ولمعت الخشب كده ما كانش فيه بتاع ملمع، مسحته بفوطه كده فيها سنه بسيطه كده من الميه، وضبطت الدنيا كده والدنيا كانت زي الفل. وما شاء الله الاوضه بقت شتويه، فرق شاسع بين اول وبعد كده خلاص ما كانش فاضل. مسحت السراحه وظبطت كل حاجه. طبعا العلامات اللي على السراحه دي من البرفان بوظ الخشب. العربيه دي بتاعتنا احنا بتاعت ابني. فبس كده هنلمع بقى كده، ما كانش في اي ترابيه. اهم حاجه انك تعملي الحاجه بضمير، مش انك اعمل من وش وخلاص. اعملي الحاجه كده بما يرضي الله وزي ما تحبي لنفسك. هنا دي خلطه كده غسيل ماما عامله اللي كنت بقولكوا عليها في اول الفيديو. بنكب منها كده حاجه بسيطه كده على الارض وبالشرشوبه كده الدنيا بتلمع وبتنضف معاكي على طول. إيه بس التلفزيون بقى نضيف والدنيا نضيفه، هنمسح ونظبط الدنيا وان شاء الله كده. خلاص خلصنا ولا لسه؟ ده الملح ده الملح ده بنحطه كده في الاركان، بيطلع الطاقه السلبيه من المكان اللي انت فيه. ملح خشن خالص. نحط بقى ورا السراير، ورا الكوميدينو، ورا السرير، ورا الدولاب، اي مكان عندك ارمي وراه شويه ملح كده. بيطلع الطاقه السلبيه من الاوضه، اي مكان انت فيه عامه يعني. وبس كده. انا فرشت كده السجاده او المشايات، هما كانوا اتنين، واحده جدي واحده الناحيه التانية، وحطيت كده حته اللي هي الكمبيوتر دي كده قدام السراحه. بس كده. يوم كان خفيف كان لذيذ. انجزنا فيه حاجات كتير. طبعا الدنيا خلاص كانت ضلمت، انا كنت بعمل حاجات اعلى مراحل عشان خاطر الولاد، ولكن الحمد لله ربنا عني وقواني وقدرت اكبر بخاطر ماما وقدرت اشيل عنها حاجه بسيطه جدا وايدي بايدها. وطبعا ده مش واجب يعني مش فضل عليا ليها، ده واجب عليا طبعا. فربنا يبارك لي فيها كده ويحميها ويدومها في حياتي نعمه يا رب.